السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. تعالوا نعمل مع بعض طواجن النوتيلا الجميلة ديت. زي ما انتم شايفين كده، لكل عشاق الشوكولاتة يتفرجوا على الفيديو ده. اللي مالهمش بقى في الشوكولاتة وهيراعوا الدايت قوي، بلاش الفيديو دوت يا جماعة. بس عامة يعني انا بحب الشوكولاتة قوي قوي، ودايسة في اي حاجة فيها شوكولاتة. عشان كده انا عملتها. ولو ملاحظين اللي من فوق الابيض دوت جوز الهند، لا دي برضو شوكولاته بيضه. بصوا بقى، يعني زي ما انا بقول لكم دايسه في اي حاجه فيها شوكولاته. يلا نشوف عملنا مع بعض الجمال ده ازاي. قبل اي حاجه نسمي الله ونصلي على رسول الله على افضل الصلاه والسلام. هيكون عندي هنا 2 كيكه من التوينكز. وعلى فكره الفيديو دوت عندي من بدري، بس انا ما عملتلوش مونتاج. طبعا كل ما اجي منتجه عشان ننزله، يعني عندي من بدري قوي يا جماعه، والله يمكن من قبل رمضان بشهر يعني. من بدري قوي هو عندي على التليفون، كل ما اجي انزله اجل فيه، اما اصور حاجه جديده وانزلها واخليه هو لغايه بقى ما اجي الوقت ان انا منتجه اهوت وانزله. قبل اي حاجه بقى هنسمي الله ونصلي على رسول الله على افضل الصلاه والسلام. هتجيبي هنا شفشق الخلاط بتاعك وتحطي فيه كوبايه من اللبن، ربع كوبايه من الزيت، معلقتين من السكر، والاتنين كيكه هوز بتاعتك. خلاص كده الخليط السائل. تعالوا بقى نعمل مكونات الجافه. وطبعا المكونات الجافه لازم ننخلها. هنحط هنا 4 معالق من الدقيق على معلقتين من الكاكاو. هننخل الكلام ده كده كويس. وبعد كده هنروح حاطينها شويه كده من بيكنج باودر، قد نص معلقه كبيره كده من البيكنج باودر او معلقه صغيره. بعد ما نخلنا المكونات ديت هنضيف عليها البيكنج باودر، ونمسك بقى هنا المضرب. قلبنا بقى الكلام ده كله مع بعض مع البيكنج باودر، وبعد كده نزلنا عليه المواد السائله. نقلب بقى خليط الكيكه بتاعنا ده كويس جدا كده يا جماعه. قلبي بقى كده كويس، ولو لقيتي القوام بتاعه تخين شويه حطي له كده شويه من اللبن زي ما انا عملت. نقلب بقى الكلام ده كله كده كويس بالمضرب. شايفين؟ هو ده القوام اللي انا عايزاه. وبعدين بقى هنزل الخليط بتاعي دوت في الطواجن. انا هنا كان عندي 4 طواجن، احنا 4، فعملت يعني حطيت الخليط دوت على 4 طواجن. حطيت على 3 الاول عشان بس خفت ان هو ما يكفيش، وبعد كده رحت حاطه في الطاجن الرابع. ودلوقتي بقى هدخلها الفرن على ما تستوي. نعمل الشوكولاته بتاعتنا. عندي هنا ربع كوبايه من السكر على معلقتين كاكاو. حطيت يا جماعه ربع كوبايه السكر ومعلقتين الكاكاو ونص كوبايه من اللبن. وعندي كمان ربع كوبايه من الزيت. حابه تضيفيها دلوقتي براحتك، حابه تضيفيها بعدين بعد ما اضرب المكونات دي كلها برضو براحتك. وعندي كمان واحده كيكه هوز. ضربت بقى المكونات دي كلها وهركنها كده على جنب. هجيب عندي هنا هديه شوكولاته بيضه يا جماعه، انا بستخدم شوكولاته الاريزونا دي حلوه قوي. بصوا بقى الشوكولاته البيضه ديت انا هبشرها كده. هاخد يعني هحاول ابشر منها كده، هاخد منها شويه يعني ان انا ازوق بيها بس. بصوا يا شكلها كده عامله زي جوز الهند. لو انت حابه تستخدمي جوز الهند براحتك، بس انا عامه ما بحبش طعم جوز الهند مع الكيكه. وبصوا هنا بقى هسقي كده بكوبايه من اللبن او من الحليب. هزي بقى الكيكه كده على حسب ما تشرب. هي ال4 طواجن دول يا دوبك خدوا كوبايه صغيره يا جماعه. ودلوقتي بقى هنزل عليهم بالشوكولاته كده. حطي بقى شوكولاته زي ما انت عايزه، غرقيها براحتك خالص. حطي بقى زي ما انت عايزه، زي ما قلبك يحب. وبعدين هنكسر بقى الضلمه ديت بتاعت الشوكولاته بشويه كده من الشوكولاته البيضه. يعني هي كانت شكلها مش احسن حاجه، بس كان طعمها لذيذ جدا. وبعدين جبت بقى شوكولاته بوبس اللي هي الكبيره شويه ديت على فكره يا جماعه شوكولاته فيها بسكوت من جوه. طعمها حلو قوي، ولادي على طول بيجيبوها كده. هو كيس كده يعني متهيألي بجنيه او ب2 جنيه. بيكون فيه 4 او 5 من دول. انا خليتهم نزلوا جابولي منها، وقلت هزين بيها الكيكه بتاعتي من فوق. وكده يبقى خلصنا بقى. ايه رايكم بقى في طواجن النوتيلا او طواجن السعاده بتاعتي على طريقتي؟ اظن حلوه قوي، وكمان تحليه سهله وبسيطه جدا للاولاد. هيفرحوا بيها جدا وهيحبوا طعمها قوي قوي.
جربوها على ضمانتي. يا رب فيديو النهارده يكون عجبكم. لو عجبكم بقى ما تنسونيش في اللايك والشير وكمان الاشتراك للقناه، وتنزلوا تحت الفيديو تدوسوا على زر الجرس وتفعلوا كلمه الكل عشان يوصلكوا كل جديد. شايفين بقى يا جماعه؟ لو وصلت بقى لحد هنا من الفيديو يا ريت ما تنسوش اللايك، وباي باي.